في ناس ممكن تبهرك أول ما تشوفهم، وناس بتزهق منهم من أول لحظة. لكن في الحالتين الاتنين بيوجعوك لو اضطريت تتعامل معاهم كل يوم. النهاردة هنتكلم عن شخصيتين متناقضتين تماما، لكن الغريب إن التعامل معاهم بيكون بنفس الصعوبة: الشخصية النرجسية والشخصية الوسواسية، أو اللي بنسميها الشخص المهووس بالكمال. الاتنين ممكن يكونوا قريبين منك جدا، ممكن يبقى زوج، أب، أم، صديقة، أو حتى مدير في الشغل. تعالى نفهم سوا يعني إيه نرجسي ويعني إيه وسواسي، وإزاي نحافظ على طاقتنا النفسية من غير ما نتحول لنسخة مؤذية زيهم. النرجسي مش بيحب نفسه، لا ده هو بيعبد صورته عن نفسه، شايف نفسه استثنائي وبيحتاج دايما اللي يسقف له ويقول له دايما الله عليك، ده انت مفيش زيك. ولو محدش اداه الاعجاب ده بيتحول لوحش في لحظة. ايه الصفات بتاعت النرجسي؟ اول حاجة بيتغذى على الاعجاب، حساس جدا لاي نقد، بيعرف يمثل الحب باحتراف، ودايما بيقلب الترابيزة لو انت واجهته، بيستغل الناس نفسيا وماديا باسم الحب او الاحتياج. هحكي لكم عن بنوتة جميلة متفوقة جدا. في يوم من الايام اتجوزت شاب للأسف طلع نرجسي. اول سنة كانت قصة حب رهيبة، ورد وهدايا وكلام حلو طول الوقت، ولكن بعد سنة من الجواز كل حاجة اتقلبت. بقى يقلل منها، يلومها على كل حاجة، ودايما يقول لها أنا اللي رفعتك، من غيري كنت هتبقي إيه. في الحقيقة النرجسي بيخاف جدا من الهجر وإنه يكون لوحده، وبيتعامل بسبب الخوف ده عن طريق إنه يحاول يسيطر على اللي قدامه أو يذله. من جواه في طفل صغير حاسس ان هو قليل وملوش اي لازمة، وعشان بيخاف ان الضعف ده يبان فبيبدأ يتحول لشخص متكبر طول الوقت وبيقلل من اللي قدامه. ازاي نتعامل مع النرجسي؟ اول حاجة ما تجادلش معاه، هو مش هيسمعك اصلا، هو بيدور ازاي دايما يكون فايز في اي حديث. تاني حاجة حط حدود واضحة بجمل قصيرة وحازمة جدا معاه. ما تشاركش مشاعرك العميقة معاه لأنه هيستخدمها ضدك. ما تحاولش تغيره، النرجسي بيتغير لما هو يتألم مش لما انت تحاول تنصحه. احمي طاقتك دايما، انسحب بهدوء وقلل التواصل معاه. نيجي بقى للشخصية التانية معانا اللي برضو بتطلع عينينا، اللي هي الشخصية الوسواسية أو الشخصية المهووسة بالكمال. شخص عنده ضمير صاحي جدا لدرجة المرض، مش بيستحمل الغلط لا في نفسه ولا في غيره، بيعيش دايما في توتر باستمرار عشان خايف يغلط. ايه صفاته؟ هو شخصية منظمة دقيقة منضبطة جدا، صعب يسيب أي حاجة تتعمل نص نص، بيخاف من الفوضى، بيخاف من التغيير، بيعاقب نفسه أكتر من أي حد، بيحب السيطرة بس مش غرور وكبرياء، لأ بيحب السيطرة عشان خايف من الغلط. كان في مرة موظف مثالي جدا، مديره دايما بيشكر فيه، بس بيجي في آخر اليوم منهار، بيحس انه فشل لو نسى يرد على ايميل، لو فاتته حاجة، لو مش كل حاجة ماشية كويس. مراته مرة بتتكلم معاه بتقوله كفاية شغل شوية، ريح نفسك. فيرد عليها لا انا لسه ما خلصتش، انا عايز كل حاجة تكون بيرفكت. مع الوقت بقى عنده اكتئاب، تعب في المعدة، قولون تعبان، مش عارف ينام، لان الوسواس بالكمال بيستنزف صاحبه، كمان بيستنزف الناس اللي حواليه. حقيقي الشخصية الوسواسية بتنشأ غالبا عند شخص اتربى في بيت كان فيه قواعد صارمة جدا، اتعلم ان الحب دايما مشروط بالاتقان، فكبر وهو فاكر ان قيمته بتساوي انجازاته. ازاي نتعامل مع الشخص الوسواسي؟ اول حاجة ما تحاولش تنتقده، هو بينتقد نفسه باستمرار فبلاش تنتقده. تاني حاجة
ساعده إن هو يرتاح شوية ويفصل من الإنجازات الكتيرة اللي هو مشغول بيها. امدحه لما يهدى ويبطل شغل، مش لما يشتغل. خليه يحس إنك بتحبه حتى لو مش كامل. ما تزودش عليه القواعد، هو عنده كتير منها أصلا. الشخص الوسواسي عايش تحت ضغط داخلي رهيب من القواعد اللي هو حاططها لنفسه، زي مثلا أنا لازم أعمل كل حاجة صح 100%، ما ينفعش أغلط أبدا، لازم الناس تشوفني ملتزم ومحترم ومثالي دايما. فهو طول الوقت بيجلد نفسه لو خالف أي قاعدة بسيطة، زي لو اتأخر مثلا دقيقة على الشغل أو نسى حاجة بسيطة، ما بيستحملش. فلما اللي حواليه سواء شريك أو صديق أو زميل يبدأ كمان يحط له قواعد إضافية أو نقد من نوع ليه ما عملتش كده، المفروض تكون أكثر مرونة، إزاي نسيت دي، أنت بتضيع وقتك في التفاصيل، بيبدأ يتضغط أكتر والتوتر اللي هو فيه يزيد وبيدخل في حلقة وسواسية أعمق. يعني خليه يحس معاك بالأمان شوية، مش طول الوقت أنت مراقبه أو بتحط عليه ضغط زيادة. بدل ما تقوله لازم ترتاح، قوله تعالى نرتاح سوا، تعالى نتمشى سوا. بدل ما تنتقده لو عمل حاجة زيادة عن اللزوم، شجعه لما يهدى ويبدأ ياخد بريك. باختصار، هو مش محتاج نظام أكتر، هو محتاج أمان أكتر. نرجع تاني نفتكر بسرعة إيه الفرق ما بين النرجسي والوسواسي. النرجسي مركز اهتمامه هو نفسه وصورته، الوسواسي مركز اهتمامه القواعد والضمير. النرجسي مشاعره سطحية وموجهة بشكل ما، الوسواسي مشاعره عميقة لكنه بيكبتها. النرجسي طريقته في السيطرة التلاعب، الوسواسي طريقته في السيطرة القوانين. النرجسي موقفه مع الغلط انه يبرر لنفسه، اما الوسواسي لما بيغلط بيعاقب نفسه. النرجسي هدفه الاعجاب والوسواسي هدفه الكمال. تعامل الناس مع النرجسي بينبهروا فيه في الاول جدا وبعدين بيتصدموا، اما تعامل الناس مع الوسواسي في الاول بيبقوا نافرين منه، بس لما بيفهموه ويقربوا بيحسوا ناحيته بالاحترام. هتعملي ايه او هتعمل ايه لو النرجسي ده حد قريب منك وانت مش قادر ان انت تتجنبه؟ اول حاجة، احمي نفسك من العواطف المزيفة، خد قراراتك بناء على افعاله مش كلامه الحلو اللي بيقوله، ومفيش افعال كويسة. لو قدرت تقلل التواصل العاطفي اعمل معاه كده. لو هو اب او ام، خدي حبك من علاقات صحية بعيدة عنه. طيب نيجي بقى للوسواسي. لو الوسواسي حد قريب منك ولازم تتعامل معاه، اول نصيحة ما تخافش من الشدة بتاعته، هو بيحاول يحمي نفسه بس مش عايز يضايقك اصلا، هو من جواه طيب بس هو ما بيعرفش من كتر قلقه وخوفه انه يكون لطيف. خليه يحس بالامان، ما تدخلش في جدال معاه عن الصح والغلط، ابني معاه مساحة راحة مش تقييم. في النهاية حقيقي النرجسي والوسواسي ضحايا، النرجسي ضحية عار قديم والوسواسي ضحية خوف عميق جدا. التعامل معاهم محتاج وعي مش تضحية، ومحتاج اننا نحافظ على روحنا من الاستنزاف، لان الوعي هو اول خطوة للحرية النفسية.